مرحبا. طبعا اليوم زرت أهم وأفخم وأخقق عيادة في دبي، وإذا ما كانت في العالم، عيادة بيلا روما. هوريكم مين قابلت الدكتورة جميلة رواد. مرحبا. هاي. كيفك يا جميلة؟ تمام. تقولي ليش انت كده زي ما يحكوا عنك كده؟ دبي اليوم صورت مع كل الناس بالقرنين ويقولوا لي شكلك صغير. مرحبا، اعذروني راح اتكلم مغربي في الفيديوهات الجاية لانه حتكون رسالتي موجهة للسلطات. امي امي ما امي بس اول شيء عشان اتواصل مع الشعب المغربي بالمغربي وبعدين اترجم الشعب السعودي. فهمتوا الموضوع؟ كل جالية المغربية في كل أنحاء العالم وإلى المغرب وللمغاربة اللي عايشين في المغرب. درت واحد الفيديو كي يمسنا كلنا كإنسان في الانستغرام. بغيت نعرف فينكم على هذه الوحشية، السلطات، المسؤولين، حقوق الإنسان، فينكم؟ واش نتوما ما كتشوفوش داكشي اللي صاير؟ أنا بغيت غير نعرف واش هو يعني بعقله ولا ماله. اش دخل فين السلطات؟ السلطات فيني؟ كنت منا يشوف هذا الموضوع ويحله ويبرد على قلب الأم وعلى قلوبنا احنا اللي كنشوفوا هذا المقطع وما عندنا ما نديرو. هذا نداء بغيته يوصل للملك المغرب الملك محمد السادس. ضروري تشوف حل هذا الموضوع، ضروري. في مقطع نزلته عندي في الانستغرام اباكم تشوفوه وتعلقوا وتتفاعلوا معاه. انسوا الجنسية، تتعاملوا وتتفاعلوا كإنسانيا، لأنه هذا الموضوع ما ينسكت عليه. أول شيء لازم كلنا نوقف مع هدول الأطفال ونبغى نطمن عليهم، ما راح نسكت أبدا. راح أسمي هذا الهاشتاج نطالب بمعاقبة معذب الأبرياء. نطالب بمعاقبة، يعني ما في أي سبب ولا أي مبرر يستدعي إنه يمسكهم ويعذبهم كأنهم مروجين مخدرات ولا كأن، علما بأن السلطات والحكومة في المملكة المغربية جدا صارمة. فأنا أتمنى إن شاء الله ما يعدي 4 نضد قاعدوا. خاصكم توقفوا ضد هذه الجرائم. الجرائم ما خصهاش تنتشر في المغرب. المغرب راه مفقوصة على هذا الوضع اللي كنشوف فيه هذا الشيء. ما خصناش نسكتوا، خاصة كل أنا بقرأ الكومنتات وفي من الكومنتات بيقولوا إنه هو انسجن عليه 5 سنوات. أنا عن نفسي هذا 20 سنة. اوكي ان شاء الله ربي يكون الكلام صحيح. طيب نبغى فيديو نطمن على البذور، نبغى نشوفهم، نبغى نبرد كبودنا. احنا من ابسط حقوقنا احنا كمان نشوف الفيديو ينسينا الفيديو الاليم اللي قاعدين نشوفه كل شويه. من ابسط حقوق. واللي يقول اشوف بريشة الملحق اللي فوق شغالة لمدة اخر الليل، واللي يقول اسمع صوت واحد. شو السالفة؟